لعنة ربنا عليك في كل كتاب يلي بتأذي حيوان. ايه اللي حصل؟ تعالوا اقول لكم. في قرية بالمحلة اسمها محلة مرحوم. الكلب الهاسكي اللي صورته في الفيديو ده تاه من صاحبه، او صاحبه الجبان رماه في الشارع، وبالتالي قام الاطفال والاهالي في القرية يطاردوا الكلب المرعوب في الشارع. الكلب ده اثناء المطاردة عض طفل. قامت القرية باستدعاء الطبيب البيطري حمدي حجاج. الطبيب البيطري المفروض بيسحب الكلب ويعزله ويقدم الأكل والشرب ويستدعي جمعية الرفق بالحيوان، ولحد فترة معينة تبتدي نتعامل مع الكلب بالشكل الفلاني. لكن ليه الدكتور اللي اسمه حمدي حجاج متعود على جردل السم والقتل؟ بعد ما طردوا الكلب اللي حضراتكم شفتوا صورته، الكلب كان مرعوب جدا. فيديو انا شفته، وانا مش عارف اقول لكم انا حالتي ايه دلوقتي، سوى ان ربنا ينتقم من كل ظالم. وتأكد ان ربنا سبحانه وتعالى هيجي يوم القيامة ويقتص منك بنفس الأداة اللي انت ظلمت بيها روح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله